أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدوامة. النهاردة كان لقائنا من حفل توقيع كتاب أسرار جريمة سعاد حسني. كانت فيه أسرار كتيرة قوي كشفتها لينا أختها الأستاذة جانجا بالحفل الكبير اللي عملته، ضم ناس كتيرة وحشد هائل من الإعلاميين والناس الشخصيات البارزة في الدولة. تعالوا معنا نشوف الحفل وبعد الحفل هنتكلم. مساعدة عيني كونه كما يقولوا خلي بالك القصة ممتعة جدا لأنه كان المفترض إنه يبقى فيه حتى في اهتمام أكبر ورعاية أكبر من الدولة. هناخد بعض اللقاءات، تعالوا نروح سوا ناخد اللقاءات ونرجع لكم تاني. وكان معي لقاء النهارده مع الاستاذه والاديبه والكاتبه هبه الشرقاوي. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. نورتينا النهارده في حفل كتاب اسرار سعاد حسني. انتوا اللي منورينا والله. اهلا بيكم. النهارده دار النشر بتاع حضرتك وافق على عمل كتاب اسرار سعاد حسني، ايه السبب؟ الفكره نفسها ان احنا يعني تحمست للفكره وحسب مصداقيه مدام جانجا، وحاسه ان هي قد ايه تعبت في الكتاب ده علشان خاطر تخرجه للنور، وقد ايه هي قعدت سنين طويله بتجمع الوثائق والمستندات دي عشان توثق كتاب محترم للتاريخ عن اختها اللي اتقتلت غدر. اتفاجئتي بايه في الكتاب؟ لك كتير يعني حاجات كتيرة جدا بصراحة، في حاجات معلومات مغلوطة كتير يعني كان الواحد بيقولها واتفاجأت ان هي ملهاش اي اساس من الصحة، وناس برضو الواحد كان مخدوع في ناس كتير قوي للأسف، يعني طلعوا مش زي ما احنا كنا متخيلين. ايه المخاوف اللي الدار دلوقتي خايفة منها؟ لا احنا ما بنخافش من حاجة هو القلق، مش هنتكلم عن المخاوف، القلق ان يكون بقى في رد فعل من ناس من المتورطين، ان هم يحاولوا ان هم يمنعوا الكتاب، ان هم مثلا يعملوا دعايه سيئه، وده بالفعل اتعمل في مواقع عامله دعايه عن الكتاب سيئه وبتقول ان احنا بنتاجر باسم سعاد حسني. يعني طبعا كله كلام فارغ. ده بس اللي احنا ممكن نواجهه، بنواجهه يعني باللامبالاه، ان احنا ما بنهتمش. حد عرض عليكم اي اغراءات علشان خاطر تلغوا الكتاب؟ اتعرض علينا. طب كان رد فعلك ايه؟ اكيد لا اكيد لا طبعا يعني انت كنتي مع مدام جانجا؟ طبعا معاها قلبا وقالبا، يعني ستي دي انسانه عظيمه اساسا، يعني شرف ليا ان انا اتعاملت معاها. كلمه النهارده هتقوليها لكل الجمهور اللي هيقرا كتاب اسرار سعاد حسني؟ هقول ان سعاد حسني مش سعاد حسني الفنانه اللي انتوا بتتفرجوا عليها، سعاد حسني الانسانه المصريه، البنت البسيطه اللي اتقتلت غدر واتخاض في شرفها واتخاض في عرضها واتقال عليها كلام كتير سيء جدا. احنا دلوقتي مش بنقول الفن ولا يعني للاسف في ناس بتقعد تقول لك الفنانين وانتوا بتدافعوا عن الفنانين. احنا دلوقتي مش قصتنا كانت بتمثل ولا بتغني، احنا بنتكلم عن حاله انسانيه، حاله فساد ان الناس ازاي الفسده دول قدروا ان هم يتجمعوا على واحده ست في غربه ويقتلوها بالبشاعه دي. فدي قضيه انسانيه ملهاش علاقه بفنها، واحنا بنحب فنها ما ننكرش ابدا يعني. بالتوفيق وبشكرك جدا لقاء حضرتك. ليكم نورتونا، متشكره لذوقك. شكرا. وكان لقاء اخر مع الفنان احمد فرحات. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيكي، اهلا وسهلا بمصر اليوم. انا سعيد جدا ان انا جاي احتفال سعاد حسني، وسعاد حسني اللي اشتغلت معاه فيلم واحد اسمه شاهد حب. معنا طبعا الاستاذ عمر الشريف، هند رستم، عمنا ابراهيم، انا سعاد حسني، ناس كتير يعني. فهي كانت دمها خفيف جدا، يعني قبل ما تيجي نبقى كلنا قاعدين حاطين ايدنا على خدنا بتاع، اول ما نخش البلاتو اللهم صل على النبي تلاقي شاهد كده الدم خفيف. حتى الفيلم ده تلاقي لو اتفرجت عليه هتلاقي دمه خفيف، او مش انا وحدي، كلنا من سعاد حسني. سندريلا السينما المصريه عملت افلام كتير وافلام جميله جدا، وانسانه محترمه، وللاسف انا ما اشتغلتش معاها الا فيلم واحد. ايه رايك في جريمه سعاد حسني؟ والله جريمه غامضه، بس هي جريمه. هل الكتاب هيفتح الغموض ده؟ والله انا ما قريتوش بس اتمنى، لان احنا لغايه دلوقتي قتلت بس مش عارفين من الذي قتلها. ايه رايك في مجهود يعني اختها العظيمه جانجا؟ جانجا هي انسانه ممتازه، ومعانا على فكره في لجنه الزمن الفني الجميل، ابناء نجوم من زمن الفن الجميل، معانا شريكه وصديقه وكل حاجه، انسانه محترمه جدا وبتبحث عن كيف ماتت سندريلا السينما المصريه بالتاريخ الحلو ده، ازاي ينتهي نهايه مأساويه كده.
هستغل الفرصة واسألك عن الحصري عندك. عن ايه؟ الحصري. الحصري، طب الحصري حاضر. انا ان شاء الله في فيلم نازل لي اسمه سكة صعبة، وفي فيلم تاني اسمه أفندينا، وفي مسلسل كوميدي هيتعمل اسمه ديسكو خريسكو. ليه خليت السكة صعبة؟ عشان هو قصته كده، طلع أب البنت، والأب ده تاجر بس فلس على آخر أيامه، فاكتئب فمات. فالبنت يا عيني اضطرت تمشي في سكة صعبة، وأنت فاهم معناه. كلمة النهاردة بتقولها لكل جمهورك اللي بيحبك ومنتظرك. جماهيري حبايبي، طبعا أنا الحمد لله هرجع تاني فن، بس انا بقى مش عارفه ارجع صح ليه. ما احبش اخبط على حد من المنتجين او المخرجين او بتاع، وبعدين كل اللي كانوا زمني ماتوا كلهم، ربنا يخليك. ما بحبش اخبط على حد، لو بيبعتوا لي هم اللي اعرفهم، الناس القريبين مني، وبعمل حاجات بسيطه كده، لكن نفسي طبعا اعمل حاجات كويسه، بس انا مش هروح لحد اخبط عليه. بشكرك جدا يا فندم. بالعافيه يا فندم، فرصه سعيده. ولقاء اخر مع الفنانه ميرنا وليد. اهلا وسهلا بيكي النهارده، نورتينا النهارده في هذه الحفله. الله يخليكي، اهلا بيكي. انا برضو زي الناس متشوقه جدا ان انا اقرا الكتاب، وان انا افهم منه الاسرار كلها اللي عايزه جون تقوله لنا، لانه ده موضوع اصلا شاغلنا كلنا. عارفه ساعات لما بتحبي حد قوي بتبقي حتى مش قادره تصدقي انه مات، دي حقيقه يعني. ما بالك لما يبقى موته في كثير من الغموض وكثير من التساؤلات وكثير من الأسرار، بيبقى غصب عنك السؤال شوفي الموضوع بقاله قد إيه. يعني هي الله يرحمها متوفية بقالها كام سنة، إلا إنه الموضوع شاغل الناس كلها، والناس كلها عايزة تعرف، لأنه من حبهم ليها. لما بتبقى عندك حد بتحبيه فراقه عنك ما بتستوعبهوش بسهولة، وما بترضيش بإنه يبقى غامض يعني. وانتي بتسجلي مع كل القنوات كانت عيونك دامعه، عايزه اعرف ليه؟ مش عايزه اقول لك ان انا مش عايزه اتكلم في القصه جدا، عشان حاسه انا خايفه اعيط. ليه؟ لانه بصي الصوره دي. طيب انا هقول لك ايه، بصي الصوره دي، بصي نظره ظلم او دموع ظلم كتير قوي. يعني هي كان فيها الله يرحمها كانت كتله احساس متحركه. يعني في فنانين كتير قوي ممكن تقابليهم في حياتك، لكن صدقيني زي سعاد حسني مش هتقابليه. يعني انا قابلت كتير جدا بعدها الله يرحمها. لا، فيها حاجه مختلفه. اصل الملايين من الناس مش هيحبوها لولا حاجه عشان هي بني ادم معديه نو خالص. هي فعلا كان فيها حاجات كتيره جدا. بصي عينها كانت بتتكلم، صوتها بتسمعيه النهارده بقالك كام سنه، لو سمعتي صوتها في فيلم وانت في اوضه تانية هتعرفي ان دي سعاد حسني. اغانيها مثلا، عندك مثلا اغنيه زي خلي بالك من زوزو، يا واد يا تقيل مثلا، بقى عدى على الفيلم كام سنه، من 40 يمكن اكتر من كده. بصي النهارده لحد النهارده انت بتغنيها، ولما بتسمعيها بتفرحيها وحافظاها. يعني عارفه مش كتار البني ادمين اللي بيبقوا موجودين على الارض بالتوهج ده وبالكاريزما اللي ربنا سبحانه وتعالى مخصصهم بيها. شايفه ان النهارده الكتاب ده جاب حق سعاد حسني؟ ربنا اللي هيديلها حقها ان شاء الله، ربنا هو اللي هيعوضها وهيجيب لها حقها إذا كانت ظلمت. لكن الكتاب بالنسبة لجونجا على الأقل من ضمن الحقوق في الدنيا إنها تبقى جابت حق أختها، أو على الأقل أثبتت براءة أختها، أو على الأقل لأنه بالنسبة لنا إحنا كشعب وكديانة لا نقبل الانتحار. وبالنسبة لنا هي جريمة، الانتحار في حد ذاته هي جريمة ضد البني آدم لنفسه، وإحنا ما بنقبلهاش. فكون إن جونجا تحس إن أختها ظلمت بهذه الجريمة، يبقى وأنا على فكرة من ساعة الدفن وهي بتقول أنا مش إن شاء الله مش هموت قبل ما أجيب لك حقك، من ساعة الدفن. وعلى فكرة مش هي بس اللي كانت بتقول كده، يعني كان في فنانين كتيرة جدا من عاصروا سعاد حسني في الفترة دي كانوا بيقولوا نفس الكلام ساعتها. يعني أنا مش هنسى نادية لطفي، كانت في ساعة الجنازة واحنا بندفن كانت بتقول، كانت عياطها الوحيد بصريخ قتلوك يا سعاد. ما اعرفش، انا ما قريتش الكتاب وما اعرفش الحقائق ايه، اكيد متشوقه لحاجه زي كده. طبعا زي كل الناس، طبعا كلنا عايزين نعرف ايه اللي حصل، لانه حد بنحبه. عارفه تحسي انه اي اعتداء عليه فهو اعتداء عليكي. بصي ما تساليش ليه الناس حبتها،
دي حاجه ربانيه ما حدش يقدر يفهمها. يعني الناس لما ربنا بيحط يعني موهبه ما في بني ادم، مش بس عشان هي ممثله كويسه، مش عشان بتغني حلو، مش بس عشان بترقص حلو، هي كتله على بعضها ربنا ادالها ان الناس تحبها. دي نعمه من عند ربنا لوحدها. هستغل الفرصة واعرف الحصري عندك. الحصري عندي انا نفسي مش عارفاه الحقيقه، لانه انا حاليا لسه في فتره يا دوبك قلت هرجع، لان انا بقالي فتره شويه بعيده، وقلت دلوقتي السبب بقى؟ السبب ظروف شخصيه. بصي انا برضو اصل الحياه اختيار. الحياه طول ما انت ماشيه بيجي لك حاجات تختاري فيها في حياتك، وفي حاجات لو راحت ما بترجعش تاني. يعني انا بالنسبه لي كان حلم حياتي ان انا اعمل عيله ويبقى عندي بنوته، وما ضيعش عمري، ما اسمحش للفن يسرقني. ده كان من الحاجات اللي انا كنت حاطاها في دماغي طول عمري يعني. فجي وقت ان انا قلت انا لازم الحلم ده برضو اديله وقت واحققه، عشان لو الفن فضل يسرقك هتبصي تلاقي نفسك مش هتلحقي. وبعدين انت لازم تكوني برضو في فتره وفي سن ان انت قادره تلعبي مع البنوته وقادره تربيها كويس، مش تبقي كبرتي وتعبانه وعندك ظروفك اللي هي ما انتيش مديالها وقتها. فالحقيقه كان لازم عشان الحلم ده احققه ابعد شويه عن الفن وما خلوش يسرقني. والحمد لله بدل البنوته جبت بنوتين. بألف مبروك. الله يبارك فيكي. وفضلت جنبهم شويه لحد ما شدوا حيلهم، لحد ما بقيت اقدر اسيبهم وانزل من البيت، لانه لو في حاجه هيقدروا يكلموني يقولوا لي مامي عندي كذا، مامي عندي كذا، فاقدر ابقى مطمنه عليهم. لانه برضو من غير ما ابقى مطمنه عليهم مش هبقى عارفه اركز في شغلي. بصي دايما الفنانين كده عندهم الاحساس عندنا مأفور شويتين، دي الحقيقه للاسف يعني، بس الحمد لله نعمه من عند ربنا. كلمة النهاردة هتقوليها لكل جمهورك المنتظر عودتك. اتمنى ان انا ارجع لكم في عمل حلو زي ما انا عودتكم دايما ان انا غيب، بس ارجع بحاجه تحبوها وتفتكروها دايما. اتمنى ان شاء الله ان انا السنه دي ارجع لكم برضو بعمل تحبوه وتفتكروه سنين وسنين. بشكرك جدا يا فندم. الله يخليك. انا بشكرك. المستشار اسعد اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا فندم. نورتنا النهارده في هذا الحفل. انتوا اللي نورتوا الحفل، ووقفكم النهارده وحضوركم اعطى للحفل قيمه كبيره جدا واضاف كثيرا لهذا الحدث. ايه رايك النهارده في وجود يعني احداث لجريمه سعاد حسني؟ احنا النهارده بنعرف الحقائق من خلال الكتاب. يعني الحقيقه لا تموت، ودائما يعني اي جريمه بتحدث لابد من هناك جاني ارتكب وفاعل ومجرم ارتكب هذه الجريمه. اللي احنا بنقوم به النهارده هو يعني جزء من سلسله حلقات نحو البحث عن هذه الحقيقه. سعاد حسني لم تكن شخصيه عاديه، سعاد حسني كانت شخصيه عالميه وعربيه اسعدت الملايين وقدمت فن استفاد منه الكثيرين وشرفت مصر، واعطت في الحقيقه صوره جيده جدا للفن المصري. كانت جريمه قتلها يعني كانت صدمه على المجتمع المصري والمجتمع العربي. ومنذ هذه الجريمه في الحقيقه يعني سواء كنا احنا كمحامين او كان اسرتها واختها، خاصه اختها جنجا، كانت في سبيل البحث عن هذه الحقيقه بعزم واصرار واستمرار. النهارده بالتوازي مع هذا العمل القضائي كان لابد من عمل اخر يخرج الى الناس يوضح لهم الحقيقه منعا لاي التباس اخر قد يحدث. قد يكون هناك بعض اصحاب المصالح الذين يهمهم طمس هذه الحقيقه، لذلك كان لابد اليوم من كشف الحقيقه للناس ليبقى المجتمع هو الحاكم، هو الشاهد اولا ثم هو الحاكم. كلمه النهارده هتقولها لكل قارئ هيقرا كتاب اسرار جريمه سعاد حسني. لما تيجي تقرا الكتاب اقرا الكتاب دوت بانه جزء من احداث تاريخيه وعصر كان عصر في منتهى الظلم والفساد. هذا الظلم لم يقع على سعاد حسني وحدها، انما وقع على جموع المصريين. قضيه سعاد اعتبرها هي قضيتك، قضيه امك، قضيه اختك، قضيه زوجتك، قضيه بنتك. اقراها من هذا المنظور، وراها ايضا من منظور انك انت عايز توصل للحق وتنتصر لكل مظلوم. بشكرك جدا يا فندم لقاء حضرتك. عفوا يا فندم. أعزائي المشاهدين، بكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامج الدوامة. النهاردة شفنا معانا أسرار مقتل وجريمة سعاد حسني. سندريلا الشاشة راحت وكانوا مفكرين ان الموضوع هيختفي، بس الأستاذة جنجة فضلت ورا سر الجريمة عشان خاطر على الأقل تاخد حق سعاد حسني في الحياة. دموع سندريلا المظلومة. أشوفكم الحلقة الجاية وفي حدث جديد في الدوامة.